سلام، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيان، احوالكم طيبه. ومرحبا بكم دائما على قناه كويزين نوها. اليوم غادي نشارك معكم برجر اللي كيجي بواحد العجين اللي خفيف وقطني وبواحد الحشوه اللي كتجي اقتصاديه واكثر من رائعه. نخليكم مع الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 5 كؤوس ديال دقيق الفرص، يعني نص كيلو ديال الدقيق. غنضيف عليهم معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وغنضيف عليهم معلقه كبيره ديال السكر، وغادي نضيف الملح حسب الذوق. كنعجنوا العجين ديالنا بالماء اللي كيكون دافي. العجين ديالنا كيكون مرخوف، كيكون يتلصق في اليدين. من بعد ما كنجمعوه غادي ندلكوه بمعلقه كبيره ديال الزبده، ممكن تستغناو عليها وتضيفوا 3 المعالق كبار ديال الزيت مع الدقيق في الاول قبل ما تعجنوه. كندلكو العجين ديالنا مزيان، كيجي كيتلصق في اليدين. انا هنا راه درت الزيت في يدي باش هكا نوريكم. وكيجي العجين ديالنا رطب وملس. غادي نغطيو عليه ونخليوه يختمر ويضاعف الحجم ديالو. من بعد ما كيختمر لينا العجين وكيضاعف الحجم ديالو، كندهنوا ايدينا مزيان بالزيت باش ما كيلصقش لينا العجين في يدينا. وغادي نحاولوا نفرغوه من الهواء، وغادي نشكلوه كويرات. كتشكلوه بالحجم اللي بغيتو. انا هنا غنديرهم شويه كبار، وانتوما كيبقى عندكم الاختيار، ممكن ديروهم صغار، ممكن ديروهم متوسطين، او ممكن ديروهم كبار. كتبقاو مستمرين حتى كتكملوا العجين ديالكم كامل. وهنايا بعد ما شكلت العجين ديالي كامل كويرات، غادي نرش غير شويه ديال الدقيق، وغادي نحاول نقرص هذيك الكويره مزيان، وغادي نبدا نطويها على هذا الشكل كما كتشوفوا، باش هكا العجين ديالنا كيجي فشفش ورطب، وكيجينا فيه دوك فقاعات من الداخل. صافي، وغادي نشكلها كويره على هذا الشكل، وكتحطوها مباشره في صفيحه ديال الفرن. وكتبقاو غادي بنفس الطريقه حتى كتكملوا الكويرات ديالكم كاملين. وكنتمنى ان شاء الله ما تنساونيش بالتشجيع ديالكم باللايك والبارطاج مع الاهل والاصحاب لتعم الفائده، ولي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيخليوني دائما مشجعه ومستمره معكم في القناه. وصافي هنايا غادي نبقى مستمره حتى نكمل العجين ديالي كامل. صراحه كيجي هنايا هاد الخبز خفيف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. هنا غادي نخليه يختمر المره الثانيه، ومن بعد ما كيختمر حاولت هنايا نفلحو بموس اللي كيكون ماضي اولا بغازواغ، اولا ممكن تستغناو على هاد القضيه هادي كتخليوها عادي. هنا غادي ندهنو بصفار ديال البيضه مع شويه ديال الخل وشويه ديال الصوص صوجا اللي كتبقى اختياريه، وكترشوه بشويه ديال الزنجلان اولا البافون. وكتشعلوا الفران ديالكم على اعلى درجه. الا كان فران ديال الضوء كديروه على 250 حتى ل 300. كتدخلوه حتى كيطيب من التحت وعاد كتحمروه من الفوق. وهنايا الخبز ديالي من بعد ما كيطيب راه كيجي خفيف بزاف كما كتلاحظوا هنايا. وغادي نحاول نحلهم كاملين، نقسمهم هكا على زوج باش تشوفوه كيفاش كيجي من الداخل. وهنايا غادي تحاولوا حتى يبرد شويه عاد تحلوه. صافي، غادي نبقى مستمره حتى نحل الخبيزات ديالي كاملين. وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي كتجي لذيذه واكثر من رائعه وكتقام اقتصاديه. عندي هنايا البصله اللي شنفتها على هذه الطريقه. غادي نضيف ليها زيت العود، اولا ممكن نضيفوا الزيت النباتيه كيبقى عندكم الاختيار. وغادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نحرك مزيان، وغادي نخليها تشحر وطيب لينا مزيان. وهنايا البصله ديالي من بعد ما بدات كطيب وكتشد اللون ديالها غادي نضيف ليها شويه ديال السكر. وهاد المرحله كتبقى اختياريه غير باش كتكراميليزينا لينا مزيان وكتعطينا اللون. هنايا من بعد ما طابت لي البصله الاولى، خديت هنايا في نفس المقله بصله مشلضه
غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. غادي نخليها شويه طيح وطيب شويه. بالنسبه لهاد البصله هي اللي غادي نستعملوها كتتبيله للكفته ديالنا. هنايا من بعد ما كطيب البصله شويه غادي نضيف ليها القزبر ومعدنوس وشويه ديال الثومه، تقريبا عندي 2 ديال الدروس، وغادي نخليهم واحد 5 ديال الدقائق فوق البوطه. ما كنخليوش هذاك الربيع ديالنا يطيب بزاف صافي، وغادي نخليوها على جنب تبرد لينا شويه. هنايا غادي ناخذ البصله والربيع من بعد ما طابوا لينا مزيان، غادي نضيفهم على الكفته. هنا عندي الكفته ديال لادانت والكفته ديال البقري، هما اللي كانوا متوفرين عندي. غادي نخلطهم بجوج وغادي نضيف ليهم البصله وغادي نخلط كلشي مزيان. بالنسبه للكفته كتبقى على حسب عدد افراد الاسره، وهنايا من الاحسن نديرو غير بصله صغيره، انا درتها شويه كبيره صافي. وغادي نشكلهم كويرات، ودائما كيبقى على حسب الحجم اللي نتوما بغيتو، فانتوما دائما كتحكموا في الحجم وحتى في الكميه. غادي نكمل الكفته ديالي نشكلها كويرات وغادي ندوزو باش نطيبوها. كناخذوا مقله اللي تكون ما كتلصقش. هاد الكفته ديالنا هنا غادي نطيبوها بلا زيت. كناخذوا الكفته ديالنا وكنحاولوا هكا نستفوها في المقله، وحنا كنضغطوا شويه وكنحاولوا نقادوها من الجناب باش هكا كتعطينا شكل اللي هو دائري. صافي غادي نشكل الكفته ديالي وغادي نحطها مباشره فوق البوطه على عافيه اللي كتكون مهيله. من بعد ما كنغطيوها ضروري باش هكا كتطلق لينا الكفته ليدان ديالها وما كنحتاجوش الزيت نهائيا. صافي هنايا الكفته ديالي من بعد ما طابت من الجهه اللي من التحت غادي نحاول هكا نقلبها باش طيب لينا من الجهه اللي من الفوق. كنبقاو هكا كنقلبوا فيها حتى كطيب لينا من 2 جوايه وكتعطينا اللون اللي شويه مذهب. صافي غادي نبقى مستمره تنكمل الكويره ديال الكفته كامله. هنايا الكفته ديالي من بعد ما كطيب كنحط عليها الفرماج ديال لي ساندويتش بهذه الطريقه. كنحطو على الكفته ديالي كامله على الكويرات كاملين وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يذوب من فوق الكفته. هنايا غادي نقص الكفته باش هكا الفرماج يجيني شويه مقاد. صافي غير كيذوب هذاك الفرماج وكنحيدوه من فوق البوطه. هنايا الخبز ديالي غادي ندهنو بالصوص. انا خديت شويه ديال المايونيز خففته بشويه ديال الحليب اولا بشويه ديال الماء، كنضيفوا ليه فرماجه وكنضيفوا ليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، قطيره ديال الخل وزيت العود اولا زيت الزيتون. صافي وكدهنوا الخبز ديالكم. هنا ممكن تدهنوه باي صوص بغيتو وباي صوص متوفره عندكم. من بعد ما كنكمل الخبز ديالي كامل في الدهن غادي نحط من الفوق البصله اللي درناها تكراميليزا من قبل، كتجي لذيذه بزاف صراحه. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه ما غتندموش عليها. غادي نستف البصله ديالي فوق الخبز ديالي كامل، وهنايا غادي نحط عليها الكفته والفرماج اللي داب من الفوق. كنبقاو غادي مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الخبيزات ديالنا كاملين. وغادي نحط طريفات ديال المطيشه. هنا ممكن تستعملوا الخس، انا هنايا ما درتوش لانه ما كيتكالش غير كيتحيد كيتلاح فاستغنيت عليه. وكيبقى نتوما عندكم الاختيار كديروا الحشوه اللي بغيتو.
ممكن تضيفوا حتى البصله اللي كتكون قطع دوائر وكتكون خضراء. صافي هنايا غادي نحط الكماله ديال الخبز من الفوق، من بعد حتى هو ما كندهنوه باش ما كيجيناش ناشف. صافي وكتزينوا البرجر ديالكم باللي بغيتو، وغادي نوريكم كيفاش كيجي خفيف وكيجي رطب بزاف، وحتى الحشوه كتجي لذيذه بزاف من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وبصحه والراحه.